السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، كله يصلي على النبي بقى كده معايا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعايزاكم تشجعوني بجد، محتاجة منكم دعمكم وتشجيعكم، لأن مفيش حد هيشجعني غيركم عشان أقدر أصور لكم كل الفيديوهات اللي أنا متحمسة اللي أنا أصورها معاكم. وتشجعوني كده بلايكاتكم الحلوة وتشجيعاتكم اللي دايما لو كومنت واحد بيفتح نفسي وعلى الشغل وعلى اللي انا اقدر اقوم اصور. وبالذات انتوا عارفين الجو دلوقتي حر وفي ارهاق، وعايزه دعوه حلوه منكم. ما بيشجعش الجو كمان على التصوير، طبعا انتوا عارفين التصوير بيبقى محتاج صبر ومجهود وكل حاجه، بس بيكون ان شاء الله هقدر. والنهارده بقى حبيت كده ابدا لكم بوصفه المكرونه الوايت صوص التحفه دي. سهله وبسيطه، وبتتعمل بسرعة، جوعت بالليل هعملها غدا. فهي بصراحة سهلة جدا جدا جدا، و الخطوات شارحة نفسها. الفيديو بقى النهاردة زي ما كاتبالكوا في العنوان، ازاي لو مطبخك مبهدل ومكركب. وكتير مننا بنصحى الصبح لسه مثلا ما ظبطناش المطبخ مكان اكل بالليل، او مثلا مستعجله وعايزه تعملي فطار او غدا وانتي مش عايزه نفسيتك تتعب، مش عايزه نفسيتك تكون تعبانه وانتي واقفه في المطبخ. فهقولك ازاي كده بخطوات بسيطه وسهله تظبطيه، بس تابعوا معايا لاخر الفيديو بعد الوصفه. فهنا كنت بحط اللبن. انا عايزه اقول لكم ان اللبن بخيره او ايا كان الماركه، يعني بحس ان الطعم بتاع البشاميل بيبقى احلى من اللبن البلدي، مش عارفه ليه. هو اللبن البلدي اللي يعلى عليه، بس كتير دلوقتي بنلاقيه خفيف ومش تقيل كده زي اللبن زمان كده اللي بنجيبه. فبحب اعمله قوي باللبن دوت، علشان بيظبط لي كده القوام بتاع البشاميل وطعمه حلو. فكتير قوي بتبقي برضو مستعجله ان انت عايزه تعملي اكلتك، او انتي لسه مفيش وقت، انتي خلاص مضغوطه، مفيش وقت ان انتي تخشي هتعملي لسه المطبخ والمواعين والبوتاجاز وتظبطي دنيتك كده بسرعه، عشان لسه هتعملي الغدا، جوزك طلب منك اكل بسرعه ياخده معاه وهو نازل مثلا، ولادك بسرعه عايزين اكل الفطار او الغدا بسرعه، وانتي لسه ما كنتيش عملتي مطبخك، او بتحصل. يعني احنا مش حياة السوشيال ميديا على طول بتبين لنا ان احنا على طول المطبخ بيرفكت والدنيا ممتازة. لا يا جماعة، والله احنا بنتحط في مواقف برضو كتير بنضغط فيها وبنبقى مستعجلين، وممكن تعملي اكل على اكل ومواعين على مواعين والدنيا بتبقى بايظة. فالنهاردة بقى علشان انا واحدة من الناس اللي ما بعرفش اقف في المطبخ الا وهو متظبط، بس لما بضغط هقولك انا بعمل ايه. اول حاجة كده تبتدي ترتبي حاجتك من حواليكي. يعني انتي دخلتي خلاص والمطبخ مبهدل، تبتدي اول حاجه كده تقومي مثلا في ازايز عايزه تتملي، في حاجات عايزه تتحط في التلاجة. ابداي الاول كده خالص، لمي مثلا الازايز اللي هتمليها وحطيها في التلاجة لو هي لسه يعني هي موجوده برضو، ما اكيد في ازايز ميه برضو محطوطه مع اكل امبارح او بهدله امبارح اليوم اللي قبليها، يعني اليوم اللي قبل الصبح، يعني اللي دخلت في المطبخ. فتبتدي كده ايه، تلمي الازايز بتاعتك وتمليها ميه. وانا بقول لك انا ايه، تعالي هقول لك هتعملي ايه. لايك بقى يا جماعه لغايه اللي هنا. فهتعملي زي كده. ابتديت الم بقى ايه الحاجات الكبيره والحلل ده كلها، كانت ايه اليوم بالليل وانا دخلت الصبح مضطره اعمل اكل دلوقتي. لميت كده الحاجات الكبيره على جنب. قلت هبدا اول حاجه بالبوتاجاز. انا يعني نفسيتي بتبقى بايظه خالص لو هقف واعمل اكل، استحاله من المستحيلات اللي انا اعمل اكل والبوتاجاز مبهدل. فبالرش الحلو بتاعك بقى بتاع تنظيف البوتاجاز، رشي كده البوتاجاز بتاعك وسيبيه شويه دقيقتين عقبال ما تروحي كده تلمي الحاجات المواعين ترتبيها اللي هي في الحوض، او ترتبي الدنيا بتاعتك كده على الحوض. وترتبي برضو الرخامه اهو. ابتديت اللي انا ارتب المواعين الكوبايات على جنب، الحاجات الكبيره كده اركنها كله 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 تركنيه جنب الحوض. وتخلصي اكلك اللي بتعمليه وترجعي هتبقي عارفه ان هم دول الدنيا اتظبطت من حواليكي، والحاجات هم بس المواعين دول اللي هتغسليهم. وكده كده احنا ستات شاطره وما بتاخدش وقت ايه في غسيل المواعين خالص، صح ولا ايه؟ بجد دي يا ريت الدنيا كلها يعني جت على غسيل المواعين لكن الالتزامات التانية بتبقى كبيره وصعبه. فبعد ما رشيته
رجعت كده تاني بقى بصابوني الحلو والاسبونشة بتاعتي، امسحه كده مسحة سريعة، اغسله غسلة سريعة، وبرده يكون بحيث يكون ان الشكل بتاعي رايق وجميل. بصوا بقى بيرفكت لايك. والله عايزه اقول لكم ما بياخدش غير دقيقتين في ايديكي بالظبط. وتقومي بقى بعد كده ده غاسله الرخامه بتاعتك برضو مصبناها، وتقفي لغايه قبل الحوض، لان ده برضو هنا ايه خلاص هتبقى الدنيا كده ايه مفاضلش غير اللي حبه اللي هم في الحوض وشويه الحلل اللي حواليها. وكده هتقدري تقفي وانتي نفسيتك مرتاحه ورايقه، والدنيا اترتبت من حواليكي بكل سهوله. فنظمي خطواتك، ولو خطواتك في دماغك وافكارك متنظمه هتقدري دايما تخلي مطبخك منظم ومرتب حتى لو انتي مضغوطه. واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير.